ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة من ابلكيشن برو وان بت مع اقوى برومو كود ايمن 3 7 وايمن 3 8 بنضمن اقوى الارباح. كمان لما بتنضم لجروب التليجرام اللي هسيبهولكوا في الكومنت بنقولك امتى نسبة كويسة تدخل تلعب وتحقق ارباح او نسبة مش كويسة وقف لعب. معانا في الحساب طبعا 7 جنيه، فدول طبعا مينفعش نلعب بيهم ولا لعبة. بنلجأ لايه؟ الاسترداد النقدي. الاسترداد النقدي ده زي ما شرحته في كذا فيديو قبل كده، التدريبات المجانية. ده لما بتخسر في اللعبتين انت بتختارهم والبرنامج بيديلك لعبة تالتة. لما بتخسر في الألعاب دي، نتائج الخسارة دي بتتحول ايه للتدويرات مجانية في سحب الاسترداد النقدي. مع الوقت بتكونه زي ما انت شايف كده، وصلت 180 تدويرة، فأنا هسحبهم دلوقتي ونشوف من 7 جنيه ممكن نوصل ايه. اوكي، تعالوا نشوف كده بقى ايه. جالنا كام رهان مجاني؟ مش كتير زي ما انتوا شايفين يعني. تعالوا كده نلعب كده برمجات ونشوف. طيب مفيش. ويسترن سلوت مفيش. طيب الرهان التاني فيها حلو، جالنا 276 من مفيش. كان معانا 7 جنيه. طيب تعالوا كده ندخل اللعبة دي. أول حاجة مفيش. طب الرهان التاني برضو مفيش. طيب ندخل اندر ان اوفر. ماشي حلو، 127 جنيه. تاني رهان برضو ما خدناش حاجة. طيب اخر واحد خليه كده على الاكتر. حلو، بقى معانا 539 جنيه. لسه 6 رهانات في الكريستال. اول واحد مفيش. التاني ايه؟ 16 جنيه. اوكي، اخر رهان. اوكي كده زي ما شفتوا ما كانش معايا غير 7 جنيه. هو من الاسترداد النقدي ناتج كل الرهانات الخاسرة اللي انت لعبتها. بقى معايا في الحساب 555 جنيه زي ما انتم شايفين. انا مش عايزه اطول في الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. من 555 دول هنعمل فيديو تاني نكمل عليهم ونشوف ممكن نوصل الرقم ده لكام. رجاء تعملوا الفيديو ده شير ولايك سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. ومتنسوش برومو كود، معانا 2 برومو كود، ايمن 3 7 وايمن 3 8. اشوفكم على خير، باي باي.